طبعا بما أن جمهور ميسي ورونالدو إلى هذه اللحظة يتجادلان حول أي لاعب أفضل من الثاني، لا أعلم إذا كانوا يتذكرون هذا الوجه البشوش والابتسامة العريضة لرونالدينيو. تذكرتموه؟ إيه، الساحر، أفضل لاعب في العالم في عام 2004 و2005، فاز مع البرازيل بكأس العالم في 2002 وبدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2006، وانتهت مسيرته الرياضية فقط منذ 5 سنوات، لكنه ما زال نجما طبعا، ودعي لتسويق كتاب خيري يعود ريعه للفقراء في الباراغواي. لكنه فور وصوله إلى المطار هناك في العاصمة تم اعتقاله مع شقيقه بتهمة استخدام جواز سفر باراغويني مزور، وهذه صور جوازه وجواز أخيه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن رجل أعمال برازيلي زوده بهذا الجواز وتعرض أيضا للتوقيف. طيب، لماذا قد يستخدم رونالدينيو جواز سفر مزور ولا يستخدم جواز سفره البريطاني؟ ببساطة لأن محكمة برازيلية سحبت جواز سفره في العام الماضي وفرضت عليه غرامة قدرها $1,000,000 بسبب بنائه مصنعا أو بناء في منطقة بيئية محمية. لكن تخيلوا الموقف، كأن يذهب مارادونا بجواز سفر سوري مزور إلى مطار دمشق ليدخل ويقول لهم أنا اسمي دييغو فاخوري. حتى محامي رونالدينيو قال له إنه غبي، فهو لم يعرف أن الجواز الذي قدم له على متن الطائرة التي كانت تقله كان مزورا. تعالوا لنستمع إلى صوت المغردين. أحمد عبده يقول: عندما تعطيك الحياة فرصة القبض على رونالدينيو فلا تضيعها، وقال أرفق هذه الصورة للشرطي الذي قبض على رونالدينيو فتصور معه. عبد الله الشريف يقول: العقلية الاحترافية لأغلب لاعبي أمريكا الجنوبية تختلف عن اللاعب الأوروبي. تلاحظ لاعبي أمريكا الجنوبية ليسوا مهتمين بالنظام عكس اللاعب الأوروبي، يهتم بالنظام والقوانين حتى بعد الاعتزال. أما بالنسبة لتامر فيقول تامر: أول مرة أشوف إنسان معروف عالميا ووجهه معروف لكل حد ويخش بجواز سفر مزور. أما بالنسبة لأبو الفضل، هذه تغريدة أبو الفضل يقول فيها: خسارة هذا اللاعب، هو من حول فريق برشلونة إلى فريق VIP يتابعه كل العالم بعد أن سطر أجمل فنون لكرة القدم عبر التاريخ، وكان له سبق الفضل في اعتلائه منصات التتويج. التغريدة الأخيرة التي أتوقف عندها من حسين بن عمر يقول: صراحة اللي مستغرب منه أصحابه الأغنياء، ميسي، بيكهام، الباقين، كان يلعب معاهم، ليش ما يفزعوا له ويسددوا اللي عليه ويخرجوه؟ أتوقع فلوسهم ما تخلص. من قال لك يا حسين أنه مفلس ومديون؟ ليس كذلك، ثروته بين 100 و130 مليون دولار. هذه صفحته على إنستغرام أتحدث، يتابعها أكثر من 51 مليون متابع. يقبض على البوست، انظر إلى بوست دعاية واحد، بوست واحد يقبض عليه $200,000 تقريبا، ليس فقير. وإذا كنت تظن أنه في الحبس في الزنزانة الضيقة والقضبان ويقف على الدور ليسكب له شوربة كما في الأفلام، استمع إلى مأمور السجن والذي قال: الشقيقان هو وأخوه لديهما أسرة وشاشة تلفزيون ومرمح وربحة في زنزانتهما في السجن، ويستخدمان دورة مياه خاصة ليس مع باقي المساجين، ويستخدمان الفناء الخارجي بشكل منتظم، وزودهما فريق المحامين بوجبات ولم يتناولا طعام السجن. طيب، حتى أثناء الاعتقال كان هناك له معجبون ينتظرونه، كانوا بانتظاره على باب السجن لكي يوقع لهم على الكرات. استمع إلى هذا الطفل ولما قاله. سيظهر هنا هذا الطفل، ظهر الطفل. مر وجهي وتحمست لرؤيته، لقد كان يوقع للناس المنتظرين، وقالت جدتي: مرحبا رونالدينيو، فطلبت منه التوقيع على كرات القدم التي أملكها. لقد وقع على 3 كرات.